ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده صينيه بطاطس بالكوسه خطيره مع شويه رز كده بالشعريه وفراخ. مش قادره اقول لكم تحفه. والفراخ كده واخده تحميره خطيره. يلا بقى نبدا. معنا الطاسه هنحط فيها بصلتين مبشورين كبار، وهنتبلهم بملح وفلفل اسمر وشويه بابريكا، وهنقعد ندعك كده المكونات مع التتبيله مع البصل لحد ما يبقوا بالشكل ده. وهنحط الفراخ وهندخل بقى التتبيله وندعك بيها الفراخ كويس قوي، ونحطها ما بين الجلد لحد ما التتبيله تشرب الفراخ تشرب التتبيله كويس. هنحط بقى الخضار، مقطعة بطاطس حلقات وكوسة، عايزة تحطي جزر عايزة تحطي بطاطس. انا حطيت شوية بصل كده متقطع حلقات وفلفل اخضر. ونزلت بقى كده بعصير الطماطم، بشرة طماطمتين كبار، وبعد كده بقى كوباية شوربة كبيرة. انا حطيت الفراخ من تحت لحد بس ما تستوي، وبعد كده هطلعها من فوق عشان تاخد تحميرة كده حلوة. حطيت معلقتين زبدة كبار وهدخلها بقى الفرن. مش قادرة اقول لكم طعمها خطير قد ايه، وهيلتي كده وخفيفة وطعمها خطير. جربيها. بصي بقى الفراخ مستوية ازاي والكوسة مستوية والفراخ والبطاطس، مش قادرة اقولك طعمها خطير. جربوها هتعجبكم.